السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم دائما مطبخ الحسن المغربية في مصر. الجديد ثم جديد ثم جديد. كما كتشوفوا معايا كيكة رائعة بثلاثة ديال الطبقات كما كتشوفوا ان شاء الله. حطيتها معكم يعني بتفاصيل يعني سهلة. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتطبقوها ان شاء الله. فواكه موسمية بما ان دابا الموسم ديال الخوخ والشهدية تبارك الله الخير في بلادنا. قلت علاش لا ما نشاركش معكم هاد الطريقه ديال الكيكه، كتجي رائعه كتغيير الكيكات كذلك. يعني كنعتمدوها في الكيكات الديسيرات شله ديال الشله ما نعطيو بهاد الفواكه هذه يعني كتغيير. المهم انا ما نطولش عليكم الفيديو، غادي نخليكم ان شاء الله تبقاو معنا حتى الاخير ديال الفيديو باش تشوفوا معنا ان شاء الله الطريقه اللي اعتمدتها في الكيكه ديالي، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. استودعكم الله. على بركة الله. بسم الله البنات. انا غادي نخلط معكم مقادير يعني غير في الخلاط الكهربائي ولا المونيكس. اللي بغات دير الضرب الكهربائي ديروا ولا غير بيدها. بسم الله. غادي نديرو هنايا جوج ديال البيضات يعني واخدين الحراره ديال المطبخ خارجين مسبقا من الثلاجه. بسم الله. غادي ندير هنايا نص كاس ديال السكر، كما كتشوفوا تقريبا كاس لارو ماشي نص كاس. بسم الله. عندي واحد الرشيشه ديال الملح ضروريه. عندي هنايا ساشي ديال الفاني اولا قشور ديال الحامض ولا الليمون اللي بغيتو. دائما كنضربوا اولا نخلطوا الاول البيض ديالنا والسكر والفاني والملح باش يعني يندمج لنا السكر ويذوب وتعطينا ديك الرغوه البيضاء هي اللي كطلع لنا الكيكه ان شاء الله. صافي نضربنا مزيان تقريبا شي 5 دقائق ولا انا كنضرب فيه كما كتشوف كيولي الخليط ابيض. كنزيد هنايا نص كاس ديال الزيت، دائما القياس يعني ديال العنبه ولا اي كاس كتستعملوه. غادي نولي ثاني نضرب هنايا مزيان الخليط ديالي باش يندمج. هاد الخطوات هما اللي كيكونوا اساسيين في النجاح ديال الكيك ديالنا ان شاء الله. صافي كما كتشوفوا هنايا ضربنا مزيان كذلك ديك الزيت. هنايا عندي كاس ديال الحليب ودرت فيه معلقه كبيره ديال الخل حتى كيقطع معايا كما كتشوفوا. كذلك نضربوه مزيان. صافي هنايا الخليط ديالي ضربته مزيان. هاد العمليه كتكون سريعه الصراحه. ها كما كتشوفوا الخيط يعني الخلطه ديالنا ولا ابيض. صافي نحطوه في شي بول ولا بانيو. بسم الله. هنايا الدقيق راه كما كتشوفوا قدامكم يعني غربلته ضروري. انا كنغربلو بعض المرات حتى 2 مرات. صافي غادي نحاول هنايا نبقى يعني نهز عيني ميزاني. ما كان اغلبيه تقريبا الكيكات كتدخل في ما بين 2 كيسان حتى 2 كيسان ونص، ولكن انا دايره شويه القياس كتير. كندير هنايا 2 ديال الخمارات حمرين. صافي ندخلو مزيان. الفران ديالي هنايا راني شعلته ضروري 180 شعله من تحت ولا الفران ديال الغاز اللي عندكم. اللي بغى يديرها يعني الكيكه ديال الطبقه الاولى يعني بالشوكولاته يديرها. انا نديرها بيضه ان شاء الله. اللي بغى يديرها بالكاكاو يضيف هذاك الكاكاو. هنايا نخلطو مزيان حتى يدخل لنا الدقيق ما يبقاش ديك التكتلات ولا الكرات باينين. هنايا باقي خاصني الدقيق تقريبا حداي راسي. نزيد واحد المعلقه ولا تقريبا 2 وصافي ونشوف. الكيكه ديالنا تكون شويه ثقيله ماشي خفيفه باش ما تنزلش. صافي هذا هو القياس اللي بغيت انايا.
هنايا المول كيبقى اختياري دائري مربع شكل القلب اللي بغيتو. انا غادي نديرو ان شاء الله دائري. هذا الله يعاونه. سالينا منو غنحاول ندخل مزيان. صافي كما كتشوفوا معايا الخليط ديالي هو هذاك. كناخذ هنايا المول ديالي دهنته بالزبده وفرشت له ورق ديال الزبده. ناخذ السباتولا باش ننزل داكشي اللي عندي. دائما كنهزو يدينا الفوق. اول خطوه بعدا كنديرو هكذا كنتاكدوا ان كلشي يعني ها كما كتشوفوا الدقيق مبقاش عندنا لتحت. بسم الله. صافي غادي ندخلها طيب ان شاء الله ونتلاقى معكم في المرحله المواليه. بنات كما كتشوفوا معايا الكيكه ديالي هي خرجات تبارك الله، جات عاليه وزوينه. ها هي راه باقيه سخونه ما يحتاجش نسقيها. صافي انا غادي نخليها تبرد على جهه اخرى كما كتشوفوا. صافي غادي نمشيو دابا لهاد المرحله هذه ان شاء الله الرحمن الرحيم. ناخذوا الكاسرونه ديالنا، غادي نديرو نصف لتر ديال الحليب. بسم الله. عندي هنا واحد الساشي ديال الفاني. عندي هنايا كريم باتيسير هو اللي كيعطي الصراحه لوغو زوين. اللي ما عندوش يدير يعني غير نشا، ولكن صراحه هو كيعطيها اللذه. ندير 3 ديال المعالق كما كتشوفوا عامرين مزيان. بسم الله. عندي هنايا 3 معالق ديال السكر. الحلاوه كتبقى على حسب كل وحده، تقدر دير 4 5 ولكن هذا هو الاعتدال ديالها الصراحه. بسم الله. ها واحد اللص هما كما كتشوفوا عامرين. صافي غادي نخلط بارد في بارد ونحطهم فوق النار حتى يتماسك لي الخليط ديالي ونرجع معكم. كما كتشوفوا معايا البنات هنايا الكريمه ديالي راه عقدات. نخويها دغيا 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 فوق الكيكه ديالي. الكيكه ديالي قلبت على الوجه الاخر. بسم الله. بغى يدير شي اضافه يدير مثلا شي معلقه ديال الزبده ولا دانون ولا. حاولت نخليها هكذا قادوها نخليوها حتى تبرد ونديرو ان شاء الله الفواكه اللي متوفره عندنا. صافي البنات كما كتشوفوا هنايا معايا كندير صبعي. الكريمه ديالنا راه شدات راسها. هنا بالنسبه للفواكه كتبقى اللي عندكم. انا عندي شويه ديال الشهديه وخوخه وبنان. هنايا الفواكه موسميه نستغلوها يعني هكا مره في التحليات ولا اي حاجه. المهم كتبقى انا الفواكه حسب اللي عندك. بسم الله. يعني كنمشيو هكذا ديروا خوخ ولا شهديه ولا تفاح اللي عندكم. انا اختاريت هادو شويه طايبين حيت كيكونوا حلوين. دوك اللي قاصحين شويه كيكونوا حامضين. صافي انا غادي نستمر هكذا. هذه كتبان لي صغيره.
البنات هنا صافي سالينا يعني كما كتشوفوا هنايا بزاف ديال الفواكه ديالنا. هنا الطبقه الاخيره كناخذ كاس ديال العصير ديال الليمون معاه واحد الفلون ديال الشينوا الفاري ولا الايديال اللي عندكم عادي. وعندي هنايا 2 معالق ديال السكر. صافي كنخلطو بارد بارد، كنحطوه فوق النار حتى يوصل يعني لدرجه الغليان صافي، وكنخويه هنا فوق الطبقه ديالي. كما كتشوفوا معايا العصير ديالي اللي فيه فلو وصل لدرجه الغليان. نحاول بحال هكا شويه نبردو. كنبردو عاد نحاول دائما كندير هاد اللقطه هادي باش ما نخويش هكا تقلالي. بسم الله. نحاول غير بشويه. هنا الا بغيتو تغطيو كامل يعني كاع الفواكه تغطيهم، ولا كديروا غير نصف الكميه، لكم الاختيار. صافي نخليها تتبرد مزيان على الاقل واحد 2 ديال السوايع، ونتلاقاو ان شاء الله في طبق التقديم.